بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا حبايبي جايبه لكم فيديو. بص، فيديو جميل 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 ومفيد جدا يا حبايبي. هعمل لكم ايه؟ هعمل لكم زبده فلاحي. ايه يا ام علي تعمل لنا ايه؟ ايوه هعمل لكم زبده فلاحي. انا مش قدها ولا ايه؟ ان شاء الله هعمل لكم زبده تحفه 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 يا جماعه. مش هبصوا، مش هتعملوها مره، مش هتسلوها وتعملوها كل مره. بس يا حبايبي اللي يتفرج على الفيديو بتاعي ويعجبه ويستفاد منه ما يستاهلش منكم الاعجاب ولايك وشير وتعليق وكومنت جميل كده. كومنت جميل اللي بيساعدني كده، وتشيروا يا حبايبي عشان الكل يستفاد وقناتي تكبر بيكم وليكم يا حبايب قلبي. ماشي يا حبايبي، عملنا زبده جميله، زبده فلاحي، زبده جاموسي. بصوا الجمال، اللون باين والشكل باين. وعملنا كميه حلوه من مواد كلها يعني موجوده عندنا، وفي مش موجود هتشتريه، بس اللي هتشتريه لاول مره. ماشي يا حبيبي، بقيت المواد كلها سهله وتشتري اول مره. بصوا يا حبايب قلبي المكونات بتاعتنا جميلة جدا يا حبايبي. كوبايتين زيت، وأنصح يكون زيت نضيف أو زيت ذرة. هتاخدي بصي كواليتي عالي جدا 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 من الزبدة. نص كيلو زبدة نيوزيلندي. أنا مسيحاها بس مش عاملاها سمنة، لا مسيحاها. حتى بصوا اللبن بتاعها على الوش اهي، قطعة كوبايتين وربع. وكوبايتين لبن كامل الدسم. انا جبت اللبن من الفلاح مش مغلي. نصيحه يا حبايبي، معلومه مهمه جدا، اوعي تغلي اللبن اللي انت هتعملي بيه الزبده. ابصوا، انا جبته بيته في التلاجة، خدت الكوبايتين اللي انا عايزاهم بيتهم في التلاجة زي ما انتم شايفين. والصبح لقيتهم عاملين على الوش كريمه وكلهم دسامه. ماشي، اوعي تغلي اللبن اللي انت هتعملي بيه الزبده. خلاص يا حبايبي، وخدت وش اللبن اللي انا غليته بقى. صباح الصبح برضو خدت وش اللبن اللي انا غليته اللي هو في البوله ده. ماشي، معلقتين خل، معلقتين عصير ليمون، ذره ملح، ما تكتريش الملح عشان انت هتعملي بيها حاجات حلوه ما تبقاش ايه حادقه. لما انت وانت لو تعملي معجنات، كل الكميه دي والمكونات دي هتعزز لك الطعم، هتديك حته زبده فلاحي جاموسي تحفه 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 يا جماعه. هنبدا بقى الشغل بتاعنا. نجيب الخلاط بتاعنا بقى الجميل، ونروح نبدأ نحط ايه، نحط اللبن بتاعنا وكوبايتين اللبن والكريمه اللي عندنا. واي كريمه عندك، اي وش لبن، حوشي وش اللبن عشان تدخليه في الزبده بتاعتك دي. هيديكي كميه كبيره، يبقى عندك خزين وعندك خير في بيتك. من ما تحبي تعملي اي معجنات، تعملي حاجه حلوه، تعملي كنافه، تعملي جلاش، تحفه في المعجنات يا جماعه وفي الجلاش، لان فيه اللبن وفيه السمنه وفيه الزيت اللي تورق لك الحاجه، يعني كامله متكامله. خلاص يا حبايبي، تيجي تعملي الكرواسون او الباتيه، الطبقات بتاعته تحطي بين الطبقات بيدي توريقه جميله جدا جدا يا حبايبي. ويديك ويخليك العجينه طريه وطريه وجميله وناعمه زي القطن. خلاص كده يا حبايبي، كده خلاص ضربناها لحد ما بقت عامله فوم. تضربيها لحد ما تعمل فوم كده على الوش. خلاص يا حبايبي، هبدا احط ايه السمنه بتاعتي. خلاص انا حطيت اللبن وحطيت الكريمه بتاعتي، واحط السمنه بتاعتي زي ما انتم شايفين. حبايب قلبي لو وصلت لحد هنا، عايزه اللايك الجميل والكومنت الجميل يا حبايب قلبي، عشان يعني احس بتعبي ان انا عملت حاجه فادتكم وان انتم مبسوطين منها. انا هحط بقى ذره الملح والليمون ومعلقتين الليمون ومعلقتين الخل برضو، وامزج بقى المكونات كلها مع بعض. هتبداوا تحسوا ان المكونات بدات تتقل. جربوها يا جماعة، هتتبسطوا قوي. فعلا جميلة جدا جدا جدا، والمخلي لونها أبيض كده وجميل. الكريمة واللبن اللي كامل الدسم. بصوا الجمال، تجيبي كريمة كل ما يبقى عندك أي وش لبن حوشيه. وتعالي اعملي لك كمية حلوة بقى، رمضان دخل، كل سنة وانتم طيبين، يا رب بلغنا رجب وشعبان ورمضان يا رب، فقدين ولا مفقودين، آمين يا رب العالمين. خلاص كده يا حبايبي، هتحوشي وتعملي كميات حلوه قبل رمضان، تعملي الكميه وتخزنيها، تعملي منها كل حلوياتك وكل حاجتك. خلاص هنبدا نحط الزيت بتاعنا عشان يربط بقى كل ده ببعضه، وتبدا المكونات تتقل معايا يا حبايب قلبي. ولو انت هتعملي هتجيبي الزبده المارجريت، يبقى انت كده بتعملي ايه سمنه نباتي. خلاص، لو جبت زبده مارجريت بتاع الحلويات وعملت اشتغلت بيها، يبقى انت بتعملي سمنه نباتي. لو انت جبتي الزبده النيوزيلندي الاصلي، هي على فكره يا جماعه الكيلو بقى 190 جنيه. 190 جنيه، انا جايبه نص 180 جنيه، انا جايبه نص ب 90 جنيه.
لا بجيبه لاول مره بس. يعني انت هتجيبي زبده نيوزيلندي اول مره بس، بعد كده هتاخدي من دي كوبايتين وتشتغلي بيهم. دي تعتبر خميره. اول مره دي بتعتبر عندك خميره. كل مره تاخدي الكوبايتين من هنا وتشتغلي بيهم، وتجيبي بقيه المكونات وتحوشي بقى وش اللبن وبتاع وتبداي تشتغلي بيهم. يعني مش هتشتري تاني الزبده النيوزيلندي دي. جبنا قالب اهو يا حبايبي وحطينا فيه مشمع استرتش او عندك كيس ثلاجه اللي بنحط فيه الخزين في الثلاجه، وتفتحيه وتحطيه. وانا عملتها من بالليل، يعني حوالي 2 بالليل او 2 ونص انا عاملاها بالليل. الصبح زي ما انت شفتها طلعتها من الفريزر زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال، بصوا ايه الجمال ده، ايه ده، زبده جاموسي فلاحي. بصوا الجمال، بصوا اللون. بالله عليكم لا تقولوا دي شكلها ايه، ولا الطعم خرافه. بس اوعوا تحطوا زيت مش كويس، لان هيخزز ويطلع لك طعمها مش حلو. انا بديكوا نصيحه، تحطي زيت نضيف. خلاص بصوا الجمال يا حبايبي، بصوا عملنا كميه قد ايه. يبقى عندك خزين في بيتك، خير خير في بيتك، وفرنا. وبقى عندنا الزبده جاموسي جميله نشتغل بيها يا حبايب قلبي. تابعوني يا حبايب قلبي على صفحتي، صفحة الفيروز. اوعوا ما تنسوني يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.